إلى السؤال الثالث عشر، والسؤال صاحب قصيدة أطفال الحجارة. هل هو نزار قباني، الأخطل الصغير، غازي القصيبي، مانع العتيبة؟ صاحب قصيدة أطفال الحجارة هو الشاعر نزار قباني. نزار قباني. أستاذ محمد، أطفال الحجارة. أنا أبصم على ما قال يعني. تبصم على نزار. طيب والأخطل الصغير؟ لا، الأخطل الصغير بشار الخوري اللبناني. بشار الخوري نعم. كذا نعم. لا هو نزار قباني معروف. له قصائد جميلة جدا بشار الخوري. طبعا. لا، السياب ذاته طبعا هو قبل السياب. نعم. السياب ذاته يعني كان متأثرا بالأخطل. السياب يقال أنه السياب يعني من نحى هذا النحو نحو الحداثة تأثروا بالأخطل كثيرا. من أجمل قصائده جفنه علم الغزل، ومن العلم ما قتل. جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. ومن قصائده عش أنت إني ميت بعدك، إني مت بعدك. عش أنت إني مت بعدك. وأطل إلى ما شئت صدك، وأطل إلى ما شئت صدك. القصيدة شهيرة للأخطل. غازي القصيبي. غازي القصيبي هذا الشاعر والدبلوماسي السعودي، الوزير أيضا توفي منذ سنوات يعني رحمه الله وكذا. لمي ضفائرك الشقراء وابتعدي، أخشى عليك اللظى الموار في جسدي. هذا الشاعر القصيبي شاعر جميل جدا أيضا. غازي القصيبي يعني مما أذكره أنه في صديق كان وزير مفوض سعودي في دمشق يعني. نعم. كان صديقنا وهو شاعر كبير أيضا اسمه خالد الخنين. نعم. وأبوه قاضي في السعودية، قاضي قديم في السعودية. فكتب غازي القصيبي كان آنذاك يعني وزيرا أو مسؤولا لتعليم البنات. بالضبط. ففيه مدير ابتدائية، مدير متوسطة، ما عندهمش المكيفات في الصيف، فأرسل له قصيدة. وهو شاعر، هذا المدير أيضا شاعر. أرسل له قصيدة قال له البنات يعني أوانس وكذا ورقيقات ونعيمات، يعني لا يحق أنت شاعر أنهم يبقوا بدون تكييف وأنتم تقطعوا علينا في الكهرباء كل يوم وكذا. في الصيف كان وزير الكهرباء عبد الرحمن. وزير الكهرباء. نعم. كان وزير الكهرباء. فرد عليه غازي القصيبي بقصيدة، رد على هذا المدير بقصيدة نشرت في الرياض أو في عكاظ أو في الرياض. نعم. ثم توالت القصائد من شعراء السعودية، ثم جمعها هذا الصديق خالد الخنين. أيوة. في كتاب صغير سماه الشعر الكهربائي. هي من مناظرات الشعر الكهربائي. نعم. لأنه عندهم في السعودية وزارة اسمها، مش كما احنا وزارة الطاقة، عندهم وزارة الكهرباء. وكان القصيبي وزير الكهرباء في المملكة العربية السعودية. وأتذكر أيضا الشاعر اللي توفى مؤخرا عبد الرحمن رفيع البحريني هجاه تهكما ببيتين جميلين، قال له: ألا يا أيها المأفون غازي، غزوت الشام أم أرض الحجاز. ويعني كانت طبعا مش منقولش ملاسنات، إنما كانت هناك يعني مناظرات بين الشاعرين. مانع العتيبة اللي كان وزير البترول زمان يعني. مانع العتيبة شاعر من أهم الشعراء اللي عاشوا الآن. نتكلم عن الشعراء الحقيقيين، وإلا فيه شعراء غير كذا تجنسوا بالجنسية، مثل ما الفيتوري تجنس ليبيا تماما. نشوفوا مثلا أنه فيه مثلا دريس جماع. أيوة. على الجمال تخاف منا ماذا علينا بالضبط. إذا نظرنا وكذا. هؤلاء عاشوا في الإمارات، ومنهم من أخذ السودانيين وغيرهم وأخذوا الجنسية الإماراتية. لكن سعيد مانع العتيبة هو إماراتي يعني. نعم، إماراتي. يعني سعيد مانع العتيبة اللي كان وزير البترول في السبعينات أعتقد أو بداية الثمانينات. صاحب قصيدة أطفال الحجارة الشاعر الكبير نزار قباني. و400,000 دينار في رصيدك أستاذ رمضان. وينبغي فقط هنا أن نصحح صورة نزار قباني لدى الجزائريين على وجه الخصوص. الناس يعتقدون أن نزار كتب فقط شعرا في المرأة، بعض الناس يعني. ولكن يجب أن يعرفوا أن هناك ديوان يعني أكثر من مجموعة شعرية في أعماله السياسية، سواء كانت نثرية أم شعرية، كتبها عن القضية الفلسطينية، عن الوضع العربي، عن الوضع المتأزم في البلدان العربية، عن نكسة 67 وغيرها من الأعمال السياسية. محمد، يعني هو نزار هو لا يرى أنه مظلوم يعني. نعم. أنا يحكي لي شخص قال لي لما جاء الدولة العربية
ولتكن مثلا الجزائر، قال لما استقبلناه في المطار قال يعني يعني الجماعة اللي استقبلوه اللفيف أو الوفد هذا اللي استقبلوهم فيهمش نساء، وإذا فيهم زوج عجايز والله 3. فقال لهم هذا دليل، يعني أنا جيت غلطة عندكم. قال لهم دليل أنه يعني رسالتي لم تصل. كان من المفروض لما يستقبلوني يعني بنساء. هو هذا لا يعني سوء خلق. نزار قباني له رؤية ما، له فكرة ما، يعني بالضبط. فقط يعني نزار قباني يعني من الأشياء التي هذا شاعر كبير. علاش أنا نقول أنه اثنين يعني شاعران أرجعا للشعر العربي هيبته الحقيقية. المتنبي هذا العظيم المتنبي، كان المتنبي يقولوا أنه من فخره بنفسه يلبس 7 أثواب. نعم. وكل ثوب أقل من ثوب حتى يظهر ثوب بلون، يظهر مثل الطاووس. نعم. ويقول أنا الذي كذا. نظر الأعمى إلى قتلته قصيدة من قصائده. نعم. يعني يمشي في الصحراء فيقطعوا قطاع الطرق يوقفوه، فيقول كذا يهرب منهم، فيقول كيف تهرب أنت الذي قلت الخيل والليل والبيداء تعرفوني، فعاد إليهم وقتلوه. نعم. أما الرجل الثاني فهو نزار قباني. نعم. نزار قباني يحكي يعني أنا عرفت في دمشق دكتورة كبيرة، هي في ممكن 90 من العمر الآن، تسمى الدكتورة سعاد الغفري. نعم. ولها أرشيف كبير عن عمر أبي ريشة، شاعر حلب الكبير طبعا يعني. فيقول نزار قباني، يقول عمر أبي ريشة، يقول له أنا سأستقيل من العمل الدبلوماسي. طبعا هو كان دبلوماسي، وكان عمر أبو ريشة أيضا كان سفيرا. نعم. في الهند يعني سفير أو في البرازيل، كان سفير لسوريا في البرازيل. ونزار قباني بين إسبانيا وبين بريطانيا وبين مصر يعني. فيقول له أنا سأستقيل من العمل الدبلوماسي. يقول له هذا الشاعر الآخر اللي هو عمر أبو ريشة، يقول له وماذا تفعل؟ يعني منين تأكل خبز أنت؟ الشعر ما يوكلش خبز في بلادنا العربية. صح. فيقول له أنا سأريك أنه الشعر يوكل خبز ويمكن لصاحبه أن يكون نجما. نعم. قال له وكيف تترك هذا الهيلمان؟ أنت الآن الملوك والأمراء يأخذوا يلتقطوا معك صور. نعم. فقال جلالتهم يلتقطون صورا مع جلالتي لأني شاعر. نزار قباني وليس لأني ممثل في سفارة معينة أو دبلوماسي في سفارة معينة. وعلى هذه أنا جلالتي لأني شاعر. نزار قباني وليس لأني ممثل في سفارة معينة أو دبلوماسي في سفارة معينة. وعلى هذه أنا دائما نقول لو نسأل واحد هل تعرف شاعر يسميه نزار قباني، كل الناس تقول نعرف شاعر اسمه نزار قباني. لو نقول من هو وزير الري في عهد نزار قباني في سوريا، لا أحد يعرف وزير الري. لا أحد يعرفه. ولو أقول من هو رئيس الوزراء السوري في عهد نزار قباني، لا أحد يعرفه. لا من يعرف. ولا أحد يعرف وزراء سيف الدولة في عهد المتنبي. نعم. وبالتالي فإن الشاعر أهم شعر في الحقيقة وأبقى. شعر أهم وأبقى يعني. نعم. أهم وأبقى عند الأمم التي تحترم نفسها والتي تعرف قدر الكلمة. شعر نزار قباني هو موش يشوف أنه لما كتب عن المرأة أن هذا عيب أو نقيصة، بالعكس هو يرى أن هذا فيه إكبار للمرأة واهتمام بها. فيه إكبار للمرأة وإجلال لها. أنا نذكر مرة سألته إحدى المذيعات في من ضمن كوثر البشراوي، واحدة من المذيعات سألته هو في 80، قالت له أستاذ نزار هل تحب الآن وكذا؟ يعني قال لها المشكلة أنكم لم تفهموني. وهو كاتب على فكرة كاتب قصيدة في هذا المجال يعني. نعم. يقول في بلاد العربية لما تكتب قصيدة ما يسألوكش على القصيدة ولا يتأملوها ولا يقرأوها، يقولوا مين هي هذه وقداش عمرها وحقيقية والله وهم فقط وكذا. وهذه مشكلة عندنا في البلاد العربية للأسف. ونغتنم هذه الفرصة قبل الفاصل نروح لمحمد نسمع. أنت عندك جملة نزار في أشعارك يا محمد، أنت متأثر بنزار أو طبعا نزار موجود يعني. أنا نشوف أنه فيه الجملة الشعرية لمحمد جربوعة فيها بعض من فيها نفحة من نفحات نزار. نزار قباني يعني ممكن وقف شعره على الغزل. نعم. أنا أخذت شيء آخر يعني. أنا اشتغلت على قصيدة يسمى القصيدة الكعبية لكعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه. تماما. ليلبس له النبي صلى الله عليه وسلم العباءة والبردة يعني. نعم. وسميت بالبردة الأولى والعظمى يعني وكذا. نعم. وجمعت في الشعر بين الغزل العفيف وبين الموضوع الديني أو الوطني أو الأممي إلى غير ذلك، موضوع الإنساني إلى غير ذلك. فهذا التزاوج يعني أنا أخذت ربما من نزار ربما
لست أدري، هو يقول أنه فيه وباء في الشام. نعم. الشام هذه بلاد كذا، ويقولوا اللي يعني اللي يروح للشام إذا الظهر ضامك الشام شامك. بالضبط. والشام تعدي، يعني الشعر فيها يعدي. نعم. وإذا يقول السياب أنه الشعر لا يكون إلا عراقيا، كذلك الشعر لا يكون إلا شاميا. والشعر يبدأ من دمشق، من فأهلنا دمشق. عبدوا الجمال وذوبوه وذابوا. يعني الولد الصغير في دمشق يمكن أن يكون شاعرا. الرعد لما يدمدم وفق بحر الخليل، وفق وفق بحور الخليل. نعم. وبالتالي ممكن يعني السنوات هذه 17 سنة في دمشق قضيناها هناك وكذا، لا شك أنه يعني في وجود هرم في الشام أنذاك، سميح القاسم عدة مرات، سليمان العيسى، مظفر النواب، يعني نعم. أسبوعيا نلتقي في المقهى الروضة أو النجمة أو غير ذلك. فهذا يخلي الإنسان يأخذ من هذه البلاد شعرها يعني. فوش راح نسمع من عندك يا نزار الجزائر؟ أغراب جوالون في أحياء العاشقين. في أحياء العاشقين مع الشاعر المبدع محمد جربوعة. تفضل أستاذ. راعي الظروف فإننا أغراب، ودموعنا من كلمة تنساب. راعي الظروف فإننا أغراب، ودموعنا من كلمة تنساب، وقلوبنا مجروحة وطرية إن أوجعتنا تقطر الأهداب. لا تسألي عنا فلسنا من هنا، لا تسألي عنا فلسنا من هنا، تدري بيوت الحي والأبواب. ما عندنا في الحب تجربة ولا ذقناه يوما أو لنا أحباب. ولقد سمعنا بالجمال بأرضكم فأتى بنا نهر الهوى ينساب. لا تحرجين القلب يجهل إن هوى، من أين وكيف وما هي الأسباب. ما عند قلب المرء خارطة إذا في العشق فكر أو له استرلاب. جهلا رفعنا في الهوى أثوابنا عن سوقنا إذ أحجم الأصحاب. ما قد وصلنا للشواطئ واكتوت أقدامنا وابتلت الأثواب. والحب يترك من أحب بلا دم وأقله في شره الشياب. ما في رفوف الصيدلي لحالنا شيء ولا قد تنفع الأعش شاب. قد صار أغلى حلمنا وأجله بعد الغنيمة في هواك إياب. قد صار أغلى حلمنا وأجله بعد الغنيمة في هواك إياب. ونريد سلتنا بلا عنب بها، إن ضاعت السلات ما الأعناب. ما كان يجدر أن نحبك هكذا، قد كان يكفينا بك الإعجاب. ما كان يجدر أن نحبك هكذا، قد كان يكفينا بك الإعجاب. أو أن نعود لمن تورط قبلنا ممن أحبوا في القديم وتابوا، لكنهم يخفون جل ندوبهم وصدوقهم في قوله كذاب. شفنا جميع الويل منكم واشتفت منا مخالبكم وغاص الناب. هي دعوة للوالدين تصيبنا أو سوء حظ قاهر غلاب. وطبعا من الشاعر المبدع محمد جربوعة مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل ثم نواصل. الأسئلة تتدرج من الأسهل إلى الأصعب، لك الاختيار، تأخذ 40 مليون سنتيم أهلا وسهلا. نكتفي بقصيدة من الشاعر الأستاذ محمد جربوعة. تمر معنا للسؤال الموالي ب50 مليون سنتيم في حالة الإجابة الصحيحة. مبروك عليك ال50. في حالة الإجابة الخاطئة راح يكون من نصيبك 20 مليون سنتيم. 40 مقسومة على 2، فما هو قرارك؟ الرأي رأيك والأمر أمرك. أنت الآن في جيبك الصحراوي في هذه القشبية 40 مليون. أتوكل مواصلا بإذن الله. تواصل إن شاء الله.
إلى السؤال الرابع عشر. ما المقصود بجارة الوادي في قصيدة شوقي الشهيرة؟ يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. قصيدة شهيرة جدا غنتها السيدة فيروز. ما المقصود بجارة الوادي في قصيدة شوقي الشهيرة؟ مدينة الإسكندرية، الفنانة المصرية هدى سلطان، مدينة زحلة اللبنانية، الفنانة اللبنانية فيروز. تعرف القصيدة أستاذ محمد؟ يا جارة الوادي نعم. طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا جارة الوادي طربت وعادني ما زادني شوقا إلى مرآك. القصيدة الأصلية طبعا، لكن الفنانة اللبنانية فيروز تصرفت في تقديم بيت عن بيت وشطر عن شطر. نحول السؤال للأستاذ محمد. لا، أنا في رأيي مباشرة أنه كان يقصد مدينة زحلة اللبنانية. مدينة زحلة اللبنانية مباشرة، يعني إلى الاختيار الثالث. أي نعم. اختار الخيار الثالث. نعم، اختار الخيار الثالث. في جملة مفيدة أستاذ رمضان. المقصود بجارة الوادي في قصيدة شوقي الشهيرة هو مدينة زحلة اللبنانية. يقصد الشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي من خلال صاحب السمو الشعري الأستاذ محمد جربوعة، يقصد مدينة زحلة اللبنانية. وتنفس رمضان السعداء. 50 مليون سنتيم في رصيدك أستاذ رمضان. وزحلة من مدن البقاع اللبناني تغنى بها الكثير من الشعراء. هي مدينة الجمال، مدينة النور، مدينة المسارح، ومدينة الشعراء. ونصب هذه المدينة نصب فيها تمثال لأمير الشعراء أحمد شوقي. الآن يا رمضان أكرر السؤال. 50 مليون سنتيم في رصيدك. أنت الآن أنهيت الجزء الأول من البرنامج. الآن في رصيدك 50 مليون. تأخذ 50 مليون أهلا وسهلا. تمر إلى السؤال الموالي. الأسئلة راح تروح إلى الأصعب. هل تكتفي 50 مليون سنتيم أم تمر إلى السؤال الأخير أم تستشير صديقك محمد جربوعة؟ استشيره. ما خاب من استشار. ما خاب من استشار. إليه وجه له الكلمات. تفضل. والله احنا يعني مش جايين من اجل مبلغ، والله احنا جايين من شان الوجوه هذه الطيبه ومن شان الشعر ومن الثقافه يعني. رائع. اذا اعطاك محمد قال لك يلا على بركه الله يعني. طبعا هو الحق يعني هو يقال نلتقي لنرتقي. نلتقي لنرتقي، وحتى نلتقي مع الأستاذ رمضان في الجزء الأخير من البرنامج. أنت راح تكمل معنا طبعا، قرارك يعني. إن شاء الله. نذهب معا إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نواصل. ونعود بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم من البرنامج. وقد قرر الأستاذ رمضان أن يستمر معنا إلى السؤال الأخير. كان في رصيده 50 مليون سنتيم. السؤال الأخير ب100 مليون سنتيم. وإلى السؤال الخامس عشر. لماذا لقب الشاعر ديك الجن بهذا اللقب؟ تعرف ديك الجن الشاعر العربي الشهير؟ بسبب لون عينيه الأخضر، بسبب ادعائه أنه شيطان الشعر، يعني هو شيطان الشعر، بسبب مشيته التي تشبه مشية الديك، بسبب خصلة شعر على جبهته، يعني تشبه العرف هذاك تاع الديك. فكر مليح، تريث في الإجابة. وتحب نعطوك فاصل بقصيدة من قصائد محمد؟ نعطوك فاصل.
ماذا تختار لنا أستاذ محمد؟ إن مت منك وقلبي فيه ما فيه. إن مت منك وقلبي هذا فيه تضمين لقصيدة لأبي نواس. نعم صحيح. أبو نواس عنده قصيدة شهيرة يقول فيها: إن مت منك وقلبي فيه، إن مت فيك منك، إن مت منك وقلبي فيه ما فيه، لأبي نواس. وهذا تضمين في قصيدة الأستاذ محمد. نستمع إلى القصيدة. رمق أخير لصبية من بني عذرة. نعم. إن مت منك وقلبي فيه ما فيه، فقل لنفسك ما تل كنت أكويه. لم يبق مني سوى ذكرى محطمة، وأجمل الحب بين اثنين ماضيه. والقلب يعرف درس الحب يحفظه، كجدول الضرب يدري ما مآسيه. وقد أخذت بما قالت مجربة، فكان يدنو كعصفور وأقصيه. إذا شعرت بشيء دب يعبرني، غنيت أغنية للقلب ألهيه. وإن تذكر في ليل وأرقني، حكيت من قصص الأطفال أنسيه. لكن حبك دق الباب أحرجني، وجر روحي بلا إذن لواديه. إن كان قيس له في الحب قصته، فعندك الآن ما في الحب ترويه. بلل عيونك لو بالماء في أثري، فميت الحب كل الناس تبكيه. تركت ذكراي قرب الباب نائمة، ما لي سواك إذا سافرت أوصيه. تركت ليمونة بالسور ممسكة، أرجوك رق لها في موسم التيه. أوصيك بالزهر ابن الزهر من رحمي، فليس للزهر بعدي من يربيه. وليس للزهر بعدي من يكلمه، وليس من شاعر يأتي ويسقيه. يا من حقنت بهذا الداء أوردتي، يا من حقنت بهذا الداء أوردتي، وكنت لي سببا فيما أعانيه. أدعو الجليل لقلب متعب قلق، بآخر الليل عل الله يهديه. إن كنت تجهل ما الآهات تفعله، فأنت تعرف ما الآهات تعنيه. حاولت أكتم وحدي كنت في وجعي، أبرد الشوق في صدري وأغليه. في الصمت أذبل والأسرار تأكلني، ولا صديق لمجروحي يواسيه. ويكشف الناس من بالدمع سهرته، ويفهم الناس من طالت لياليه. أفسدت عمري وما أبقيت لي حلما، وحسبي الله في قلبي ومدميه. الحب أسوأ ما ذاقت رومانسية، الحب أسوأ ما ذاقت رومانسية. وأسوأ الحب بين اثنين حاميه، وأصدق الحب ما ينهار حائطه، ورغم ذلك نبقى ثم نبنيه. وأرحم الحب ما تخفيه معجبة، يزين القلب فيها ثم يفنيه. وأحزن الحب ما نعطيه أعيننا، لكي يعيش ويأتي الغير ينهيه. لكي يعيش ويأتي الغير ينهيه، إما ب100 مليون سنتيم أو ب50 مليون سنتيم. أستاذ سليمان، من أجمل ما في القرآن الكريم وأبدع ما فيه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. شوف يعني التعبير الإلهي، يعني ما تخافش راك في عينينا. يعني ربي سبحانه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نأمل أن نكون في عيني المولى عز وجل جميعا.
ديك الجن. ديك الجن لقب بهذا اللقب حسب علمي الاختيار الأول بسبب لون عينيه الأخضر. في جملة مفيدة يا أستاذ. الله. لقب الشاعر ديك الجن بهذا اللقب بسبب لون عينيه، والله المستعان. بسبب لون عينيه. في تقليد البرنامج أننا في السؤال الأخير ب100 مليون سنتيم نقف معا. أدعو الأستاذ محمد جربوعة وأنت هنا على المنصة لننتظر الإجابة. تفضل أستاذ محمد. تفضل أستاذ رمضان. هكذا لنستمع إلى الإجابة الصحيحة. نحن بصدد الحسم في الأمر، ما إذا كان الأستاذ رمضان تأهل معنا وللمرة الثانية نحقق هذا الرقم في البرنامج ب100 مليون سنتيم، وسنكون سعداء بذلك. وقد سبق وأن نبهتك إلى أن الأسئلة تمشي إلى الأصعب. والشاعر ديك الجن الشاعر العباسي يقول الأستاذ رمضان بأنه سمي ديك الجن بسبب لون عينيه الأخضر. إلى المخرج خليفة حامي والإجابة. يا زيارة الوادي قربت الأحلام. أستاذ رمضان مبروك عليك 100 مليون سنتيم. هنيئا أستاذ رمضان، مبروك عليك. للمرة الثانية يتأهل معنا متسابق بهذا المبلغ الكبير رفقة الشاعر الكبير الأستاذ محمد جربوعة. أطلب من الحضور أن نقف جميعا، أن نقف تقديرا للشاعرين الكبيرين. ويحصل معنا الشاعر رمضان بونكانو من المغير، الإمام والشاعر أيضا من المغير، رفقة ابنته الصبية كيف اسمها؟ سلسبيل. ما شاء الله ما شاء الله سلسبيل، أنت كنت فأل خير على والدك رمضان. رمضان يحصل معنا على مبلغ 100 مليون سنتيم في حلقة اليوم من البرنامج للمرة الثانية في برنامج زدني هذا العام، رفقة الشاعر الكبير المبدع الأستاذ محمد جربوعة الذي شرفنا، شاعر العرب الذي شرفنا بحضوره في حلقة اليوم من البرنامج. مشاهدينا الكرام، نحن سعداء باللقاء مع الشاعرين الكبيرين. خصصنا حلقتين من البرنامج لربيع الشعر في البرنامج. نأمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع متسابقين يصلون إلى مبلغ 100 مليون سنتيم. إلى أن يحين ذلك الوقت، الشكر موصول إلى الأستاذ المشرف محمد زيواني، عبد النور زيواني على البرنامج، الأستاذ خليفة حامي المخرج، إلى هذا الجمهور الذي يحضر معنا دائما، تحياتي إليكم متجددة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا زيارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. مثلت في الذكرى هواك وفي الكرم